يا جماعه انتوا عايزين ايه؟ دوري واخد ومخلص وبطولة افريقيا ومش عارف ايه بتاع ايه وبطولة ايه وكامل العالم وكل الرعاة وكل مش عارف ايه. السلام عليكم ورحمة الله. انهيار وصدمة عمرو أديب بعد فوز الأهلي بالدوري بعد اكتساح فاركو 6-0 ويصفع بيراميدز والزمالك بسبب النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز الأهلي بالدوري فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. بعد اكتساح الأهلي فاركو بسداسية والتتويج رسميا بالدوري المصري ال45 في تاريخه، وهذا الذي جن جنون الإعلام الزملكاوي عمرو أديب، الذي قال بعد انتهاء هذه المباراة: أنا قلت لكم يا جماعة الأهلي هو اللي هياخد الدوري في النهاية، وباركت للأهلي من 3 أسابيع، بس العيب مش على الأهلي، العيب على بيراميدز اللي خسر من فاركو والبنك الأهلي في ماتشين ورا بعض وأهدى الصدارة للنادي الأهلي. وإحنا كلنا عارفين إن الأهلي لما يتصدر الدوري محدش بيقدر ينزله من القمة، وهو ده اللي حصل بالظبط. والأهلي فضل متصدر الدوري لحد ما خد الدوري، والنهاردة فاز على فاركو بالستة. وكان بيراميدز النهاردة بيحلم إن الأهلي يخسر قدام فاركو، وكان بيلعب قدام سيراميكا وفاز 5-1. بس على مين؟ الأهلي جات له الفرصة وخد الدوري خلاص. وإحنا كزملكاوية كنا بندعمك علشان تاخد الدوري، ده الزمالك أجل مباراة الكاس مخصوص عشانك، وفي الآخر تهدي الدوري للنادي الأهلي. أنا والله تعبت، مش عارف البطولة دي رقم كام، 45 ولا 46 ولا 50 للنادي الأهلي. الأهلي كل سنة بياخد الدوري حرفيا. حرام عليكم يا أهلوية، ارحموا قلوب الزملكاوية شوية. وفي النهاية، إذا كنت محب وسعيد بفوز الأهلي بالدوري فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.